السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صيف يعني مشروبات باردة، يعني حلويات باردة ترطب على قلوبنا في حر الصيف المريع الفظيع ده. النهاردة هنعمل مع حضراتكم أحلى وأطعم أشطوطة بالمانجا. واثقة إنها هتعجبكم وهتعجب أولادكم وضيوفكم كمان. يلا بقى عشان نشوف الجمال ده اتعمل ازاي، يلا بقى عشان احنا ايه مستعجلين. معانا هنا بولة هنضيف فيها نص كيلو من دقيق الاسبونج، وهنضيف كمان عليهم 5 بيضات. انا هنا البيض كان صغير فضفت 6 بيضات. احنا طبعا متفقين طالما في بيض لازم نضيف فانيليا. ضفت فانيليا ونص كوبايه من الميه العاديه من الحنفيه. وهنبتدي بقى نضربه كويس جدا ضربا مبرحا لحد الخليط ما يتحول مع حضرتك من اللون الاصفر ده لحد اللون الابيض التلج، وطبعا الخليط يتضاعف مع حضرتك. خلاص كده خلصنا الخليط. هنبتدي بقى نجيب صينية هنبطنها بورقة زبدة، وهننزل بالخليط كويس جدا، نسويه كويس جدا. واي خلة عند حضرتك كده ابتدي بقى يعني تعالي بيها رايح جاي. هنا الصينية كان مقاسها 30 في 40، حضرتك ممكن تقللي الصينية او تكبريها حسب الحجم اللي انت حباه في الكيك. طبعا احنا هنا مسخنين الفرن على درجة حرارة 180. هنحطها في الرف الاوسط بتاخد يعني سيبيها براحتها لحد ما تستوي. هي اخدت معايا هنا 45 دقيقة. ابتديت بقى خلاص كده استوت وخرجتها، سبتها لما هديت شوية او بردت، وابتديت بقى اقلبها على شبكة. وبعد كده بصوا هنشيل بقى ورق الزبدة كده بالراحة. وهنبتدي بقى احنا متفقين ان وش الكيك دايما بيبقى فيه الزفارة كلها. فهنبتدي بقى نشيل وش الكيك كده، وهنجهز بقى ليها الحليب كده معانا. انا هنا معايا كوبايتين من الحليب. هنبتدي بقى نضيف عليهم معلقتين كبار من اللبن البودر، ومعلقه كبيره كده محترمه من الكريم شانتيه. مش عايزه اقول لكم قد ايه بتعزز الطعم وبتنقل الكيك في حته تانية. هنقلبهم كويس جدا وهنبتدي بقى نسقي الكيك بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، الكيك كان بيشرب اللبن بسهوله جدا. خلاص احنا هنا سقيناها كويس جدا. هنبتدي بقى نعمل لها الكريم شانتيه. كريم شانتيه ايه يا رودي؟ هنبتدي بقى نجيب كوبايه من اي نوع كريم شانتيه حضرتك بتستعمليه او بتحبيه. انا هنا جبت كوبايه من الكريم شانتيه الخام. نزلت عليهم بكوبايه من الميه على على الحليب. يعني كمان الميه كانت فيها تلج كده. وضفت عليهم معلقتين من السكر وطبعا رشه من الفانيليا. وابتديت اضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي. هنا بقى هنبتدي ننزل بالكريم شانتيه على الكيك بتاعنا. هنسويه كويس جدا. الكريم شانتيه حسب مزاجكم، في ناس تحب كريم شانتيه كتير وفي ناس تحبه قليل. هنا سويته كويس جدا. خلاص كده هنبتدي بقى نعمل له اخر طبقه اللي هي طبقه المانجا. انا هنا المانجا كانت عندي فروزن. حضرتك في موسم المانجا ممكن بقى تجيبيها طازه كده وهتقطعيها وهتبتدي بقى تنزلي على الكيك. طبعا بعد ما حطيناه في التلاجة، يعني احنا حطينا الكيك في التلاجة تماسك كده شوية وكريم شانتيه تماسك شوية، وابتديت انزل هنا بالمانجا. انا هنا قصدت استعمل المانجا فروزن لان لسه المانجا اوانها مش قوي يعني. فكانت بصراحة دي كانت مانجا عويس طعمها خطير. انا بقول لكم اللي عملت بيه يعني. خلاص هنا طب عند حضرتك جل تلميع هتبتدي بقى تعملي له جل تلميع. انا ما كانش عندي. انا هنا جبت باكت من جيلي المانجا ونزلت عليه بنص كوبايه من الميه المغليه، وقلبته كويس جدا وكمان نص كوبايه من الميه البارده. وسيبته لما برد تماما، وابتديت انزل بيه على اشطوطتنا القمر دي. مش عايزه اقول لكم كمان طعمها زاد غناوه وفرقت ازاي. وبكده نكون خلصنا اشطوطتنا القمر دي. يلا بقى نقطعها مع بعض ونشوفها طلعت ازاي. بسم الله ما شاء الله. بصوا طالعه خطيره وطعمها خطير، نازل كده على القلب الاول. بتمنى تجربوها بطريقتي، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. حلوين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.